السلام عليكم حبايبي تالتة اعدادي. هنحل مع بعض في الفيديو ده امتحان محافظة مرسى مطروح تالتة اعدادي الترم الاول 2024. امتحان سهل ولذيذ والحمد لله معظمه من مراجعاتنا وتوقعاتنا بفضل الله. السؤال الاول معانا: نادر is talking to Ali about his favorite sport. نادر بيتكلم مع علي عن رياضته المفضلة. What's your favorite sport علي؟ ايه رياضتك المفضلة يا علي؟ طبعا مش هكتب اي رياضة وخلاص، انزل كده. Did you watch the last World Cup matches؟ طب انت شفت مباريات كأس العالم الأخيرة؟ اذا الراجل ده كرة القدم، يبقى اكتب له ايه؟ My favorite sport is football او it's football او I like football. هل سمعت المباريات؟ مش عارف ولا لا، انزل كده تحت. I felt happy and excited to see all these wonderful preparations. اذا هو شاف بالفعل، هيكتب له yes I did او sure او of course، براحتك. I felt happy، شعرت بالسعادة والإثارة لما شفت كل الإعدادات والتجهيزات الجميلة دي الرائعة. إذا كيف شعرت؟ how كيف. فعل مساعد عندك did عشان felt ماضي، كل كلامك هنا ماضي. ولو ما خدت بالك في السؤال رقم 2 فوق استخدم did، يبقى انت هنا ماضي. how did you feel؟ how did you feel when you watch these matches؟ أو how did you feel when you see all these preparations؟ okay. نمبر 4 سأل سؤال الإجابة: I watched the final match at home with my family. أنا اتفرجت على المباراة النهائية في البيت مع عيلتي. يبقى اتفرجت فين ومع مين؟ فين ومع مين؟ فممكن يقول له إيه؟ أولا أين where، ومن who. طب مع من؟ with whom. فممكن تقول له إيه؟ with whom did you watch the final match؟ أو where did you watch the final match؟ طب عايز أجيب الاتنين يا مستر ولا يهمك. with whom and where did you watch the final match؟ فين ومع مين اتفرجت على المباراة النهائية؟ كتبت أين بس صح، مع من صح، الاتنين مع بعض برضو صح، ما تقلقش. نمبر 5: What are your hopes for the Egyptian national football team؟ ايه امنياتك لمنتخب مصر لكرة القدم؟ I hope they will win the World Cup, the Africa Cup of Nations، ان هم يفوزوا بكأس العالم او كأس الأمم الأفريقية. السؤال التاني يا حبايبي: Greatly discount university was clever where. عندك was where هما الجرامر، واحدة مفرد واحدة جمع، هاخد واحدة اسيب واحدة. نشوف. منى is a clever girl. منى بنت شطورة. she got a scholarship كلمة مهمة جدا، معناها منحة دراسية. at a نقط، المنحة الدراسية هتكون فين؟ في أمريكا، طبعا جامعة. at a university in the USA to study electronics. she was chosen، اختيرت because she is a نقط computer programmer. طبعا هنا عايز صفة بعدها اسم، إذا a clever computer programmer، ان هي مبرمجة كمبيوتر شاطرة جدا. منى نقط able to create an app that helped ماضي، ومنى مفرد، اذا was able to create an app، قدرت ان هي تخترع او تبتكر تطبيق that helped doctors، ساعد ايه الاطباء نقط، ساعدهم ايه بشكل كبير او بشكل عظيم greatly. After university she returned to Egypt to help more people. رجعت مصر عشان تساعد ناس أكتر. السؤال اللي بعد كده يا حبايبي: القطعة الكبيرة مباشرة وسهلة، وعشان نحلها زي ما قلنا في تريكات معينة. تريكاتنا ان احنا لازم نقرا الأسئلة الأول ونترجمها، وبعد كده نرجع للقطعة تاني ونشوف هنعمل ايه فيها ونطلع منها الإجابات. السؤال الأول: The passage is mainly about. القطعة بتتكلم عن ايه؟ أنا مش هتكلم بصراحة، أنا مش هتكلم. يعني life, education, professions, universe. انت لو بصيت كده في أول القطع education، خلاص education التعليم، اوكي. Education gives us the ability to نقط with others. التعليم بيعطينا القدرة على ايه مع الآخرين. برضو والله مش محتاجة قطعة. Dream, know, communicate, understand. أعتقد communicate with يتواصل مع. سمعتك شاطر. نمبر 3 بس طبعا هنتأكد من القطعة. نمبر 3: Education helps people to get نقط professions. التعليم بيساعد الناس انهم يحصلوا على وظائف ايه؟ أكيد حاجة حلوة طبعا، أكيد حاجة حلوة. low, bad, cruel, good. طبعا good. Number 4: What does the underlined pronoun they refer to؟ الضمير they ده يعود على مين أو يشير إلى مين؟ طبعا they هنا جمع ويشير إلى حاجة قبله، هنشوفها في القطعة.
Number 5 how parents like their kids to be. ازاي الوالدين بيحبوا اطفالهم ان هم يكونوا ايه؟ اكيد حاجه حلوه وهنعرف برضه من القطعه. Number 6 do you agree with the writer that good education is important for everyone? Why and why not? هل تتفق مع الكاتب ان التعليم الكويس مهم لكل شخص؟ ليه؟ لا ليه طبعا انا موافق وبشده. طبعا لازم هنا تكتب yes I agree with the writer او agree with him، انا متفق معاه because education is important for me and help me to get good professions and help me to communicate with others. طبعا هنجيب حاجات كتيرة من القطعة وهنشوف مع بعض. يلا بينا. Education is the most important thing in our life. طبعا التربية أو التعليم هو أفضل شيء في حياتنا. First of all, education gives us the ability to read and write. التعليم بيعطيني القدرة على القراءة والكتابة. It helps us to understand the world around us. بيساعدنا على فهم العالم من حولنا. If people are well educated, they can know their duties and rights quite well. أكيد لو الناس متعلمة بشكل جيد جدا they can know they هيعرفوا حقوقهم وواجباتهم بشكل جيد جدا. With the help of education بمساعدة التعليم we can develop new ways for a better life. كمان المفروض نحاول نحسن طرق جديدة لحياة أفضل. A good education is extremely essential for everyone to learn and succeed in life. كمان التعليم الكويس مهم وضروري للغاية لأي شخص عشان يتعلم إن هو ينجح في حياته. Everyone has a right to a good education to achieve their goal in life. كل شخص له الحق في التعليم الكويس عشان يحقق أهدافه في الحياة. Everyone has their own dreams of being somebody important in the community. Parents also dream that their kids will have good professions like doctors, engineers, officers, or any other high-level professions. كل واحد فينا له أحلامه الخاصة إن هو يكون شخص مهم في المجتمع. كمان الوالدين بيحلموا إن أطفالهم يتلقوا تعليم كويس عشان يحصلوا على وظائف كويسة، أطباء، مهندسين، ضباط، أو أي وظيفة لها high level يعني مستوى كويس أو مستوى راقي. They always have high hopes for their children. هم كمان بيكون عندهم أمنيات كبيرة جدا وعالية ومرتفعة تجاه أطفالهم. هم اللي هم مين؟ طبعا parents الوالدين. Education doesn't only offer a good job but also helps to understand life through a different point of view. بيقول لك ان التعليم مش بس بيعرض وظيفة كويسة للشخص ولكن كمان بيساعد على فهم الحياة من وجهات نظر مختلفة. All our goals can be achieved through education. كل أهدافنا ممكن نحققها من خلال التعليم. Education improves the quality of life. التعليم بيطور أو بيحسن من جودة الحياة. السؤال الأول طبعا القطعة بتتكلم عن education، اتأكدنا. Education gives us the ability to طبعا communicate with others. Education helps people to get good profession. they تعود على مين؟ قلنا parents. How parents like their kids to be. ازاي الوالدين بيحبوا أطفالهم إن هم يكونوا إيه؟ هجيبها لك من القطعة. لو أنت دورت معايا على كلمة parents الوالدين هتلاقيها في السطر الثاني في الفقرة الثانية، آخر السطر الثاني الفقرة الثانية. إيه ده يا مستر؟ هو أنا أعرف الفقرة الأولى من الثانية إزاي؟ بص كده حبايبي هتلاقي مسافة في أول سطر شفتها؟ لا قبل كلمة education شفتها أهي. تمام. انزل بقى 1 2 3 4 5 السطر السادس هتلاقي كلمة everyone برضو في مسافة. إذا دول فقرتين. أوكي؟ طيب الفقرة الثانية في آخرها هتلاقي parents also. مالهم؟ dream that their kids will have good professions like doctors, engineers, officers or any other high level profession. They always have high hopes for their children. اللي هو السطر الثالث والرابع في الفقرة الثانية. كمان السؤال رقم 6 كان بيقول لك هل تتفق مع الكاتب ان التعليم مهم لكل واحد وليه لا؟ طبعا ايوه اكيد. يس اوف كورس طبعا انا اؤكد وبشده على اهميه التعليم في حياه الناس. طيب ممكن تكتب ايه؟ والله لو انت ركزت تقدر تكتب القطعه كلها. طبعا مش تكتب القطعه كلها، انت بذكائك هتجيب بس نقطه او اتنين كده على اساس ان هم وجهه نظرك. انت لو بصيت اصلا اخر السطر الاول من فوق education gives us the ability to read and write ادي واحده. it helps us to understand the world around us الثانيه. كمان if people are well educated they can know their duties and rights quite well. اللي بعدها we can develop new ways for better life. كل ده حاجات مهمة جدا ومن أهمية التعليم. السؤال الرابع يا حبايبي الاختيارات. an is a message that you send electronically. رسالة بتبعتها إلكترونيا. خلاص an email. اوعى تنسى تختار a أو an email.
Lots of نقط الكثير من went to the stadium to watch the final match. هيروح الاستاد عشان يتفرج على المباراة النهائية. طبعا spectators اللي هم المتفرجين من الاستاد. A mechanic repaired our car last week. معنى repair طبعا fix أو mend اللي هي B. To get the opposite عشان نعكس agree disagree. Everyone likes محمد صلاح the footballer. He is a طبعا هجيب حاجة حلوة popular محبوب أو شعبي. That man works with a charity to help old people. That means he is a طبعا charity و old people volunteer يعني متطوع. السؤال الخامس يا حبايبي الكمبليت اللي هو الجرامر. My father able to fix the computer yesterday ماضي طبعا هنا يبقى was able to. I have never won a competition at school. Have never تصريف ثالث won. Today's English lesson was very interested. حسن وحسين interesting. The train مضارع بسيط جدول المواعيد قلتها لك 50,000 مرة arrives. It's good to buy clothes in shops than better. والباراجراف يا حبايبي helping people in your community مساعدة الناس في مجتمعك أو how to help your community كيف تساعد المجتمع وده جبناه في فيديو أهم الباراجرافز. وفي النهاية يا حبايبي نتقدم بخالص الشكر والعرفان لوضع امتحان محافظة مطروح. امتحان سهل جدا ولذيذ ومفيهوش أي مشاكل على الإطلاق و1,000,000% من توقعاتنا سواء خلال شغل الأونلاين أو في السناتر أو حتى هنا على اليوتيوب. يا ريت أي حد عنده امتحان إنجليزي بكرة أو بعده اكتب لي في كومنت موعد امتحان إنجليزي بتاعك والمحافظة بتاعتك عشان هنعمل لايف كل ليلة امتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.